السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في الفيديو جديد اللي غادي يكون مليء بالمعلومات. عندنا أخبار مفرحة وجيدة جدا بخصوص آدم أزنو، سفيان أمرابط وأيضا بلال خنوس. فقط تقدروا تشجعوا لهذا الفيديو هذا وهذا المحتوى دعمونا بلايك معكم إن شاء الله كل ما هو جديد. نكملوا الفيديو حتى الاخر بلا ما نطول عليكم، بداو على بركة الله. بخصوص آدم أزنو الظهير الأيسر الصغير الجديد، فهذا اليوم هذا اللي هو الثاني من نوفمبر 2024 غادي يبقى يوم عالق في ذهن آدم أزنو مدى الحياة في مباراة اللي جمعت بايرن ميونخ ويونيون برلين برسم الدورة التاسعة من البوندسليغا. غتبقى هذه المباراة ديك ما قلت لكم الإخوان عالقة في ذهن الفتى المغربي آدم أزنو، بحيث خلال هذه المباراة هذه وقع آدم أزنو على أول ظهور ليه في البطولة الألمانية بعد أن كان في السابق غير كيجلس في مقاعد البدلاء وما كيشاركش نهائيا. حيث دخل الدولي المغربي آدم أزنو المباراة اللي شهدت فوز بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة. في الدقيقة 80 دخل وعوض الكندي ألفونسو ديفيز، وحرص النادي البافاري على تهنئة اللاعب ديالو الشاب آدم أزنو بأول ظهور ليه في البوندسليغا، وكاع اللعابة راهم سلموا عليه وفرحانين ليه بزاف. نتمناو هذا الشاب هذا يكون افضل ظهير ايسر ويحل لنا المشكل او العقده ديالنا في المنتخب ديال الظهير الايسر. كنتوعد هذا الشاب هذا بمستقبل كبير وزاهر ان شاء الله. ندوزو للدوري المغربي الاخر هو سفيان امرابط اللي ولا كتعتبر ركيزه مهمه جدا في فريق او في نادي التركي فينيرباخشة وايضا في المنتخب الوطني المغربي. فاليوم كان قرار مستعجل جدا من فينيرباخشة بشان امرابط، بحيث الصوره الايجابيه اللي بان بها سفيان امرابط حاليا مع فريق ديالو فينيرباخشة التركي. الاداره ديال الفريق التركي باش تربط الاتصال بفريق فيورنتينا الايطالي رغبه منها في حسم تعاقد نهائي مع سفيان امرابط وقبل نهايه الموسم بكثير، بحيث صحيفه تشيكفيم اكدت بان ماريو برانكو المدير الرياضي في فينيرباخشة تلاقى مع مسؤولين عن نادي فيورنتينا وطلب تقليص المبلغ المطلوب باش يشريو عقد ديال سفيان امرابط، بحيث ان يتم الخصم حاليا عوض انتظار النهايه ديال هذا الموسم باش يدفعوا مبلغ 13 مليون يورو. واضافت الصحيفه ان فينيرباخشة التركي مستعد باش يدفع اقل من 13 مليون يورو حاليا، ورفض فيورنتينا ذلك فان كل شيء غادي يتم التاجيل ديالو الى نهايه الموسم، وديك الساعه غادي يشوفوا كيفاش غادي يتفاهموا. وكتشير الصحيفه بلي ان اداره فينيرباخشة التركيه سعيده جدا بالاداء ديال الدولي المغربي سفيان امرابط اللي كيلعب حاليا على سبيل الاعاره، وان المدرب جوزي مورينيو كان على صواب عندما اصر في الصيف الماضي على ضروره التعاقد مع سفيان امرابط وجابوا الفينيرباخشة وراه استفدوا منهم بزاف. وايضا سفيان امرابط كنظن انه لاق ليه هذا النادي هذا وراه ان شاء الله غادي يرجع للمستوى ديالو. نتمنوا فقط ان يوسف نصيري حتى هو يرجع للمستوى ديالو بحيث كيلعب فيه نفس الفريق ديال سفيان امرابط. خليوا لي الراي ديالكم بخصوص يوسف نصيري وهذه المعاناه اللي كيدوز منها انتقادات اللي مر منها في بدايه الموسم كثير. والان غادي نمروا الى الشاب الاخر هو ايضا بلال خنوس اللي كانتقل لفريق ليستر سيتي في صفقه جيده ورائعه جدا من فريق جينك البلجيكي. فبلال خنوس كيقدم مستويات جيده جدا وكنظن انه غادي يستمر وغادي يطلع المستويات ديالو مع فريق ليستر سيتي، خصوصا وان بلال خنوس باقي صغير وقابل للتطور جدا. فبلال خنوس كما عارفين كان سجل ضد المان يونايتد وكان لعب اساسي وكان حاسم ايضا في تقليص الفريق وكان ايضا عاون الفريق بزاف. لكن في هذه المباراه هذه قرر المدرب باش يلعب بخطه اخرى وما لعبش بلال الخنوس. كنظن انه خلاه غير يستراح او انه ما كيليقش ليه التشكيله اللي بغى يلعب بها، بحيث الفريق ديالو ليستر سيتي اليوم كان لعب ضد فريق إبسويتش سيتي في الارض ديالو إبسويتش تاون، بحيث الفريق ديال ليستر سيتي كان خاسر في هذه المباراه هذه الى حدود الدقيقه 55 اللي جمعت الفريقين برسم الدوره العاشره من بطولات البريمير ليغ الانجليزيه. فالمدرب ديال ليستر سيتي اضطر باش يشرك الدولي المغربي بلال خنوس الى جانب الدولي الغاني جوردان ايو. في الدقيقه 80 دخلهم بجوج وتمكنوا ايضا باش يساهموا ويرجعوا التعادل للفريق ديالهم وما دالهمش 3 نقاط، بحيث تمكن جوردان باش يعدل الكفه الفريق ديالو في الدقيقه 90+4. واستغل الزملاء ديال بلال خنوس النقص العددي ديال الفريق المحلي ديال إبسويتش تاون اللي كان خرج لهم لاعب بالكارت الحمراء بعد ما طرد اللاعب فيليبس في الدقيقه 77 باش يتمكنوا من السيطره على ما تبقى من فترات المواجهه وسجلوا خلالها الهدف ديال التعادل. وقام بلال خنوس ببعض التمريرات اللي كانت جيده جدا وقام بتنفيذ بعض الكرات الثابته اللي شكلت بعض الخطوره على مرمى ديال إبسويتش تاون ومكنت نتيجه التعادل ليستر سيتي باش يحتفظوا على الرتبه ديالهم 15 ب10 نقاط. ونتمنوا لبلال خنوس كل التوفيق مع الفريق ديالو انه يزيد يطلع المستوى ديالو لان فريمون محتاجينه بزاف في المنتخب وغادي يكون من اللاعبين المستقبليين اللي غادي يكونوا اساسيين وركائز اللي مهمه جدا معنا في المنتخب الوطني المغربي. ونتمنوا كاملين اللاعبين يكونوا واجدين لكاس افريقيا القادمه اللي كنتمناو اننا نديوها اللي خصوصا غادا تلعب في المغرب واللي ما بغيناش نضيعوها.
باش نختم هذا الفيديو هذا مع الدولي المغربي الرائع هو الاخر والكابيتال المستقبلي المنتخب حكيمي اللي كيستمر في الابهار وسان جيرمان كيجني الثمار، بحيث فاز باريس سان جيرمان بصعوبه بالغه على الفريق الضيف لانس بلاعبيه المغربيين انس الزروري ونائل عناوي بهدف دون رد، بحيث في المباراه اللي انتهت قبل القليل على الدوره العاشره من بطوله الليغ الفرنسيه، بحيث سجل هدف الفوز للفريق الباريزي المهاجم اوزمان ديمبيلي في الدقيقه الرابعه فقط او في اول المباراه بسرعه، بينما ما استغلش باريس سان جيرمان النقص العددي لنادي لانس بعد طرد المدافع ديالو خوسانوف وفي الدقيقه 59، بحيث ارتكب خطا اللي كان بطريقه خشنه جدا وواضحه على مدافع الاسود اشرف حكيمي اللي قام بمباراه كبيره دفاعيا وهجوميا وتحصل على تنقيط 7.3، بينما تحصل الدولي المغربي الاخر انس الزروري على تنقيط بالفريق ديالو بتنقيط 7.4، بحيث قدم مردود مميز جدا فيما دخل المواطن ديالو نائل عناوي بديلا في الدقيقه 63، ونائل هو مغربي الاخوان اللي قام بمحاولات كثيره واللي كانت غادا تمنح هدف عبر تسديده مرت عن مرمى فريق العاصمه الفرنسيه بقليل، وواصل باريس سان جيرمان السيطره ديالو على الصداره ب 26 نقطه بفارق 6 نقاط على المطارد ديالو المباشر نادي الاماره الفرنسيه موناكو اللي كيلعب بصفوف الدولي المغربي، كيلعب معهم ايضا اللي هو الصغير الاخر الياس بن صغير، فيما حافظ لانس على الرتبه الثامنه مؤقتا ب 14 نقطه، وكنتمناو كامل التوفيق للاعبين ديالنا مع الفرق والانديه ديالهم. الاخوان ما كرهتش تخليو لي الراي ديالكم في الكومنتات بخصوص هذا الشيء هذا، بخصوص اي لاعب من اللاعبين، خصوصا اللاعب امرابط وادم ازنو. نتمنى انكم تشاركونا الراي ديالكم في الكومنتات كما سبق لي وقلت لكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه، شكرا جزيلا على المشاهده. السلام عليكم الاخوان، نتمنى انكم يعجبكم الفيديو والمحتوى، شكرا جزيلا على المشاهده. حنا ان شاء الله غادي نكملوا معكم ونواكبوا معكم كل ما هو جاري على المنتخب الوطني المغربي والاخبار المغربيه. كنقدوا لكم فيديوهات وكنحاولوا نقدوها باش تستمتعوا وتفوجوا وتفرجوا حتى الاخر. نتمنى فقط انكم تشاركونا الراي ديالكم في الكومنتات، تعطيونا لايك الفيديو، عطيونا الراي ديالكم، بغيتونا نزيدوا شي حاجه، نصحوا شي حاجه في المحتوى، اي حاجه حنا كنتقبلوا الانتقاد وكنتقبلوا التغيير ايضا. شكرا جزيلا. هادشي اللي كان الاخوان، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وحنا راه كل يوم غادي نحطوا لكم فيديو وما غاديش نغبروا عليكم، وراني بادي هاد السلسله هذه بجديه تامه، وان شاء الله راه غيعجبكم المحتوى، ونتلاقاو في فيديو قادم. مع السلامه، شكرا جزيلا على المشاهده.